هو الدهب بيحميك ولا بيخدعك ويضيع عليك فرص على الفاضي؟ الإجابة ممكن تحمي فلوسك أو تضيعها، ده اللي هنشوفه سوا في الحلقة ديت. السلام عليكم أصدقائي وأبطال الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. فاكرين لما قلنا ان كل حلقة هي قطعة من بازل الحرية المالية؟ النهاردة قطعة البازل رقم 13، والقطعة دي مش بس هتكمل البازل، دي ممكن تقلب طريقة رؤيتك لفلوسك رأسا على عقب. هتشوف خريطتك المالية بعين جديدة تماما، واستعد للصدمة الكبيرة. هنتكلم سوا النهاردة عن كنز قديم جدا حير البشرية آلاف السنين ولسه بيحير ناس كتير لحد النهاردة. هنتكلم عن الذهب والفضة. بتسمع كتير الذهب أمان وقت الأزمات، وإن الذهب هو الملاذ الآمن، وفي نفس الوقت بتسمع الذهب طلع 20% في شهر، وأحيانا الذهب نزل فجأة. يا ترى الذهب والفضة دول أمان بيحفظ قيمة فلوسك بس، ولا ممكن فرصة للربح والاستثمار، ولا هما الاتنين؟ الحقيقة يا جماعة إن الإجابة فيها تفاصيل مهمة جدا. الذهب والفضة لهم دورين رئيسيين في محفظتك المالية، ولو فهمت الدورين دول صح هتعرف تستخدمهم بذكاء وتحمي فلوسك، وكمان تحقق منهم أرباح. النهاردة هكشف لك كل الأسرار دي، وهوريك ازاي تستثمر في الذهب والفضة صح، وايه الأخطاء اللي لازم تتجنبها عشان ما تخسرش فلوسك. لكن خد بالك، في نقطة عن الذهب معظم الناس مش عارفينها، ولو ما عرفتهاش ممكن تضيع على نفسك فرصة عمرها ما هتتكرر. الدور الأساسي والأهم للذهب والفضة، خاصة الذهب، إن هو مخزن للقيمة. يعني ايه مخزن للقيمة؟ يعني بيحافظ على القوة الشرائية لفلوسك بمرور الزمن. فاكرين لما اتكلمنا على التضخم اللي بياكل فلوسك وانت نايم؟ الذهب هنا هو درع الحماية اللي بيحميك من وحش التضخم ده. تخيل انك من 100 سنة كان معاك مبلغ معين كنت تقدر تشتري بيه مثلا عربية. لو المبلغ ده سبته كاش قيمته دلوقتي ولا حاجة، لكن لو اشتريت بيه كمية معينة من الذهب، غالبا كمية الذهب دي لسه هتقدر تشتري بيها عربية قريبة من نفس المستوى او يمكن افضل بكتير. النهاردة نسأل نفسنا سؤال مهم: ليه الذهب مخزن للقيمة؟ اولا، الذهب مش ورق، مش بنطبعه زي الدولار ولا الجنيه، وكميته محدودة جدا، وده بيخليه يحافظ على قيمته. ثانيا، هو العملة الوحيدة اللي العالم كله متفق عليها في اي مكان في العالم. الذهب هو الذهب، ما بيحتاجش جواز سفر. ثالثا، في وقت الازمات والحروب لما كل العملات بتنهار، الناس بتجري ورا الذهب لانه الملاذ الامن والاخير. رابع حاجة، انه زي الكاش، سهل جدا تبيعه في اي لحظة. بس خد بالك، الحماية دي مش معناها انك هتصحى تلاقي نفسك بقيت مليونير، وده اللي هنشرحه بعد لحظات. الذهب مش بيجيب لك دخل سلبي شهري زي العقار، او ارباح وتوزيعات نقدية زي الاسهم. دوره الاساسي انه بيحمي قيمة فلوسك وقوتها الشرائية بس. معنى كده الذهب في المقام الاول هو امان وحماية لمحفظتك. طب لو دوره بس حماية، يبقى ازاي في ناس بتكسب منه ارقام خرافية؟ السر في الجزء اللي جاي. ولو حد دلوقتي الفيديو مفيد ليك، دوس لايك واشترك في القناة عشان توصلك باقي حلقات اللي هتكمل بيها بازل حريتك المالية. وكمل معايا لان الجزء الجاي ممكن يغير طريقة استثمارك تماما. الذهب والفضة ممكن يكونوا فرصة استثمارية لتحقيق أرباح، وممكن للبعض يكونوا أداة للمضاربة كمان. بالنسبة للاستثمار، ممكن تشتري ذهب أو فضة وتبيعهم بعد سنين لما قيمتهم تزيد بشكل كبير، وده بيحقق لك مكسب رأس مالي. أما بقى بالنسبة للمضاربة، في ناس بتدخل تشتري وتبيع الذهب والفضة على المدى القصير، أيام أو شهور، عشان تكسب من تقلبات الأسعار. لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: إمتى الذهب سعره بيزيد بشكل كبير؟ اولا، لما التضخم بيكون عالي، لان الناس بتلجأ للذهب لحماية فلوسها، فالطلب عليه بيزيد وسعره بيزيد. تاني حاجة، لما يبقى فيه قلق اقتصادي او سياسي عالمي، المستثمرين بيهربوا من الاسهم والعملات اللي فيها مخاطرة ويروحوا للذهب كملاذ امن، فالطلب بيزيد وسعره بيزيد. تالت حاجة، لما سعر الفايدة في البنوك تقل، الاستثمار في البنوك بيكون اقل جاذبية، فالناس بتتجه للذهب.
خليك فاكر الإجابة اللي هتسمعها دلوقتي ممكن تغير كل طريقة تفكيرك في الاستثمار. ولو كنت فاكر إن الذهب مكسبه مضمون، استنى للجملة اللي هقولها دلوقتي وركز فيها 100%. النقطة دي مهمة جدا. الذهب والفضة بالرغم من إن هم مخزن للقيمة، أسعارهم بتتقلب برضه، مش بتزيد على طول. ممكن سعرهم يفضل ثابت لفترة وممكن ينزل كمان. عشان كده الاستثمار فيهم لازم يكون بنظرة طويلة الأجل. لو هدفك هو الحماية والنمو المعقول مش المضاربة السريعة، فاكرين لما قلنا المدى الطويل كقاعدة ذهبية في الاستثمار قليل المخاطر؟ لكن هنا بقى السؤال الخطير، لو هستثمر في الذهب أو الفضة، ايه الطريقة اللي تخليك تكسب من غير ما تتحول لمضارب بيخسر؟ الإجابة في الخطوات الجاية، والإجابة دي مش اللي 90% متوقعها. لو قررت تضيف الذهب والفضة لمحفظتك، وده قرار ممتاز للمبتدئين عشان يقلل المخاطر، لازم تعمل الخطوات دي. اولا، حدد هدفك. انت عايز الذهب ده للامان والحمايه من التضخم، ولا للربح على المدى الطويل، ولا للمضاربه؟ خلي بالك، المضاربه مش للمبتدئين خالص. هدفك هيحدد الكميه والوقت. تاني حاجه، اشتري ذهب استثمار او فضه استثمار. يعني ايه؟ يعني سبائك ذهب او جنيهات ذهب. ده افضل حاجه للاستثمار. ليه؟ لان مصنعيه السبائك بتكون اقل بكتير من مشغولات الذهب يتلبس. يعني بتدفع تمن الذهب نفسه، مش تمن الفصوص والرسومات والمصنعيه العاليه. ولما تيجي تبيعه، خسارتك في المصنعيه بتكون قليله جدا او مفيش خالص. وكمان ممكن تعمل كاش باك وتسترد جزء من المصنعيه. تاني حاجة، لو هتستثمر في الفضة، يبقى الأفضل ليك تكون سبائك أو عملات فضية. ممنوع شراء المشغولات تماما. خواتم، سلاسل، دي هدفها الزينة والاستهلاك مش الاستثمار تماما. للأسف واحد صاحبي اشترى سلسلة دهب لمراته وقال دي استثمار. بعد 3 سنين لما باع، اكتشف انه خسر نص الفلوس في المصنعية بس. القصة دي وحدها تشرح لك ليه الناس بتتلخبط بين الذهب الاستثمار وذهب الزينة. تالت حاجة، ابحث عن البائع الأمين. اشتري من محلات الصاغة موثوقة ومعروفة، ولازم تاخد فاتورة ضريبية توضح فيها الوزن، وزن الذهب بالجرام، وعياره، ال24 طبعا للسبائك أحسن، وسعره، والمصنعية لو فيه. الفاتورة دي هي ضمانك الوحيد. رابع حاجة، حافظ على ذهبك بأمان. لو كمية صغيرة ممكن في البيت في مكان آمن عادي. لو كميات كبيرة ممكن في خزنة في البنك، يعني سيف ديبوزيت بوكس، عشان الأمان الكامل. أهم حاجة عشان تنجح في استثمار الذهب والفضة الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر. الذهب والفضة استثمار طويل الأجل. ما تتوقعش إنك هتحط فلوسك النهاردة تلاقيها تضاعفت بكرة. الأسعار بتطلع وتنزل. ما تقلقش من التقلبات اليومية، ركز على الصورة الكبيرة على مدار السنين. ولو المعلومة دي جديدة عليك، سيب لي تعليق دلوقتي وقول لي كنت فاكر إيه قبل ما تعرف الخطوات ديت. ولو افتكرت ان الخطوات دي بسيطة، استنى لما تعرف الغلطة القاتلة اللي بيقع فيها اغلب الناس وتضيع عليهم من مكسب كله. بص يا صديقي، اللي شفته لحد دلوقتي مجرد جزء من الخطة. انا جمعت لك كل قطعة دي في خطة عملية 30 يوم للتحرر المالي، موجودة في أول لينك تحت الفيديو. نزلها دلوقتي قبل ما تكمل، وخلي الفيديو ده يبقى أول خطوة مش بس معلومة. الذهب والفضة يا جماعة هم جزء أساسي ومهم جدا في المحفظة المالية لأي مستثمر ذكي. هم الأمان اللي بيحميك من التضخم ومن تقلبات الأسواق، وممكن يكونوا فرصة للنمو الرأسمالي لو استثمرت فيهم بوعي وصبر. بس خلي بالك، ما تحطش كل فلوسك فيهم، لكن جزء منها بس، مثلا 10% إلى 20% من محفظتك بس. هو استراتيجية ممتازة لتقليل المخاطر وحماية قيمة ثروتك، وده بالظبط اللي هيخليك جاهز للخطوة اللي جاية، الخطوة اللي ممكن تضاعف ثروتك بدل ما بس تحافظ عليها. يا صديقي، النهاردة عرفت ان الذهب والفضة هما الأمان والدرع، لكن الأمان ده لوحده مش كفاية عشان تبني ثروة ضخمة. الحلقة الجاية هي المحور اللي بيحول الحماية لمضاعفة. لو فوتها هتسيب نص الخطة ناقص، هتفك شفرة الاستثمار اللي بيعتبره عمالقة المال والمحرك الرئيسي لنمو الثروات. هنتكلم عن الأسهم، هقولك ازاي ممكن تبقى شريك صغير في أكبر الشركات العالمية
زي ابل او امازون او حتى شركات بلدك، وهتفهم ازاي تكسب من نموها وتوزيعات ارباحها. استعد، لان اللي جاي هينقلك من مرحلة حماية فلوسك بس لمرحلة مضاعفتها. هنجاوب على اسئلة مهمة جدا: اشتري ازاي، اشتري امتى، وبيع امتى، وايه الشركات اللي ببعد عنها. الحلقة دي مهمة جدا لانها قطعة اساسية في بازل الحرية المالية، وهتنقلك من حماية فلوسك لمضاعفتها. لو تعرف حد ناوي يشتري ذهب الفترة الجاية، شارك الفيديو معاه قبل ما يضيع فلوسه. اخيرا انا عايز اعمل فيديو كامل اجاوب فيه عن اسئلتكم عن الذهب، فاكتب لي في التعليقات اكتر سؤال محيرك، ممكن يكون سؤالك هو عنوان الحلقة الجاية. شاركني رأيك. لو في حلقات فاتتك ما تقلقش، انا مجمع لك كل الحلقات بازل الحرية المالية في قائمة التشغيل في صندوق الوصف. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجاية عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.